السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الدعاء استخدمته منذ قليل، كنت مكروبا متضايقا، أشعر بالتعب والملل والضيق، فتذكرت هذا الحديث وقلته 3 مرات. صدقوني بعد دقائق بسيطة معدودة انشرح صدري وزال همي وحزني، والحمد لله رب العالمين. فمن كان يشعر في ضيق فليجرب هذا الحديث أو فليقله. نحن لا نجرب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال صدق، الذي لا ينطق عن الهوى. فلنعمل به ولنرى النتائج بإذن الله ونحن متيقنين. أنا أتكلم عن نفسي، منذ حوالي 10 دقائق كنت مكروبا، ثم قرأته 3 مرات. صدقوني الآن أشعر شعور طيب الحمد لله، وانشرح صدري، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.